لقد خلقت من القوة. أنا الأولى، أنا الأخيرة، أنا الحياة وأنا الموت، أنا النظام وأنا الفوضى، أنا الكلمة، أنا الصرخة وأنا الحكمة، أنا الجنون وأنا الجنون. دايما بتقول الحاجة بشكل مختلف. منة شلبي في بداية مشوارها شاركت في فيلمين دخلوا في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، بحب السيما والساحر، وده كان أداء منة شلبي في أول مرة تقف قدام كاميرا وتعرف يعني إيه تمثيل. مخنوقه حرام عليك، نفسي اشوف الشارع اتهوى شويه اللي اديلي كساح، مش كفايه مقعدني من المدرسه وما بقتش اشوف البنات صحابي، حرام عليك مخنوقه. المفروض إن الأداء ده من واحدة أول مرة تمثل واقفة قدام عملاق زي محمود عبد العزيز، فكده نص سؤال الحلقة اترد عليه من أول 30 ثانية. منة شلبي ممثلة جامدة جدا من بدايتها وهي فيها حاجة مختلفة، هي تستاهل النجومية والمكان اللي هي فيها دلوقتي وأكتر شوية كمان. أما النص التاني من السؤال، هل منة شلبي محظوظة؟ طيب علشان نرد على السؤال ده هنراجع أهم محطات منة شلبي علشان لما نرد على السؤال نبقى عارفين الإجابة بناء على إيه. بالنسبة لي منة شلبي عبارة عن حقبتين مختلفتين يتوسطهم فيلم اسمه نوارة. منة من أول ما بدأت تمثيل لحد نوارة كان معظم الأدوار اللي عملتها كانت البنت اللذيذة اللي بتضحك وتهزر وتحب وتتحب، تعمل دور ابنة أو دور الحبيبة، بنت البلد أو بنت وسط البلد، أدوار عادية ما فيهاش أي تعقيدات. في أفلام زي الساحر، كلم ماما، فيلم هندي، أحلام عمرنا، أبو العربي، في محطة مصر، نور عيني، كلها أدوار مش محتاجة ممثلة قوية عشان تعملها، هي أدوار بس محتاجة أساسيات التمثيل مع شوية كاريزما وطلة حلوة على الشاشة، وكل دي مقومات طبعا موجودة عند منة شلبي وبنسب عالية كمان. ان في كاميرا بتصورني في كل حته. والله حتى وانا في الشغل. تقولوش بطلة في فيلم. وانا كنت قاصد على فكره اقول لك ان معظم الاعمال اللي عملتها في الفتره دي مش كلها، لان في الفتره دي وتحديدا في 2007 عملت منة شلبي دور كان من احلى ادوارها في البدايات في فيلم هي فوضى. بص سيبك من الدور كله، منة عملت مشهد واحد بدون ولا كلمه يبين قد ايه هي ممثله خطيره، في المشهد لما بتروح البيت بعد ما تم اغتصابها من حاتم امين الشرطه. وعموما منة شلبي من القليلين اللي بيعرفوا يعبروا جدا عن مشاعر الشخصيات اللي بيأدوها بدون كلام. تحب امثلك؟ همثلك دور واحده مبسوطه. ودلوقتي بقى انا متضايقه. وغير فيلم هي فوضى كمان دورها في فيلم بدل فائد كان حلو جدا، عملت دور المدمنه بنت تاجر المخدرات بشكل حلو، مش اعظم حاجه في الدنيا لكن اعتقد ان ادائها في الفيلم نقدر نقول عليه انه اداء جيد لشخصيه البنت المدمنه اللي ما اتعملش كتير في السينما المصريه، واللي كان اول خروج عن المألوف لمنة شلبي. ورحمه امي اللي هيلمسني لموته وموت نفسي. في الفترة دي كمان منة عملت فيلمين من النوعية المفضلة ليها، اللايت كوميدي، فيلم بيبو وبشير وإذاعة حب. التجربتين كانوا ناجحين وعملت فيهم أكتر الشخصيات المتمكنة منها شكلا وموضوعا. اسم الله عليك يا وزير الشباب والرياضة. لا انت نشرين عيالين انت والفرقه المغموره بتاعتك. ولحد ما في 2015 بيجي لها ورق فيلم اسمه نوارة، بتقرا الورق في ساعتين وبتتصل بمؤلفة ومخرج الفيلم هالة خليل وبتقول لها انها هتعمل الفيلم من غير ما تتردد لحظة، علشان تعمل فيلم من وجهة نظري هو من اعظم الاداءات التمثيلية اللي عملتها منة شلبي في تاريخها. الفيلم بتدور احداثه اثناء وبعد ثورة يناير. نوارة اللي كانت من بيت فقير في منطقة شعبية ومتجوزة مع ايقاف التنفيذ لان مفيش شقة، وفي نفس الوقت بتشتغل في فيلة رجل اعمال ووزير سابق، ولما بتحصل الثورة بيضطر يهرب رجل الاعمال بره مصر عشان كان من الفسده، وبيوكل نوارة انها تقعد في الفيلا. ومش هحرق لك باقي احداث الفيلم عشان لو ما شفتوش، لكن اقدر اقول لك ان منة شلبي في الفيلم ده عملت اعظم ادوارها، السهل الممتنع كما يجب ان يكون. مش هتشك لحظه ان اللي انت شايفها دي مجرد بنت غلبانه الدنيا جايه عليها وبتخدم في البيوت، من اداء تمثيلي بقى للبس الشخصيه لزيرو ميك اب. احنا دلوقتي بنشوف نجمات بيطلعوا من اوضه العمليات بفول ميك اب، انت فاهم احنا فين؟ اما الفيلم انصحك تشوفه، انا كنت من الاحرار اللي دخلوا الفيلم ده سينما واتصدمت من اداء منة شلبي، ومن الروايه اللي مجمعه ناس من طبقات مختلفه وظروف مختلفه في زمن معين بيحصل في البلد. طبعا الفيلم اخد جوائز كتير، اكتر من 8 جوائز في مهرجانات مختلفه، فيلم حقيقي يستحق انك تشوفه يعني. اما الحقبه ما بعد نوارة بدات منة شلبي تعمل ادوار معقده اكتر، تحس انها تقلت خلاص ونضجت فنيا وبدات تدور على الادوار الصعبه المركبه. عملت دور سوريا جلال في الاصليين، لقد خلقت من القوة، وساره في تراب الماس، احنا ليه ما بنتجوز؟ وبعدين اكتر الادوار المعقده في مسلسل في كل اسبوع يوم جمعه. عماد ريحته وحشة قوي، يا ريت تحميه.
واخر ادوار منة شلبي العظيمه في مسلسل بطلوع الروح. المسلسل ده اتظلم جدا من قبل عرضه في رمضان بسبب الدعايه السلبيه اللي اتعملت على المسلسل بسبب وجود الهام شاهين فيه، وصورتها بالنقاب اللي هيجت الراي العام على المسلسل من قبل حتى ما يبدا. وفي رايي المسلسل كان ملحمه تمثيليه، منة شلبي كانت عامله دور صعب، واحمد السعداني كمان فاجئني بدوره اللي كنت اول مره اشوفه في حاجه بالشكل ده. انا مش عايزه اروح دوله الخلافه دي. ترى ايه يا اكرم؟ انت ما فهمتهاش قوانين الدوله الاسلاميه ولا ايه؟ نرجع لسؤال الحلقه، هل منة شلبي محظوظه؟ الاجابه منة شلبي كانت محظوظه جدا خلال تاريخها الفني بسبب تعاملها مع اهم مخرجين في مصر في وقتها، اللي اكيد كان ليهم فضل كبير على اداء منة شلبي في ادوارها اللي عملتها. يعني في بدايتها بتصور اول فيلم ليها قدام محمود عبد العزيز والمخرج رضوان الكاشف، وبعدين بتشتغل مع محمد خان، خالد يوسف، احمد صقر، يوسف شاهين، عثمان ابو لبن، يسري نصر الله، شريف عرفه، مروان حامد. اسامي مخرجين يعلوا من اي حد بصراحه. ومنة كمان عشان هي اصلا ممثله شاطره جدا فاستفادت من كل مخرج من دول، وفي كل مره بتعلى عن اللي قبلها وبتحسها بتتقل فنيا اكتر واكتر. واخيرا بتحط الخبرات اللي فاتت دي كلها في فيلم رومانسي كوميدي وبتلعب الدور الخفيف المفضل ليها، بس المره دي بتعمله بكل خبرات السنين اللي فاتت. الفيلم حلو وحلاوه مش طبيعيه، هتحس ان الممثلين كلهم على طبيعتهم، والحوار كانهم كلهم بيرتجلوا من كتر ما الحوار حقيقي وعلى طبيعته، مليان مشاعر مختلفه وحبهم لنفس الاغاني والافلام اللي كلنا متعلقين بيها وبنحبها. هتلاقيهم بياكلوا بيض بالبسطرمه وفول وبتنجان عادي. الفيلم مش عظيم ومكتوب بشكل صعب وكده، بس هو فيلم رايق وخفيف وتحب تشوفه اكتر من مره. وبس كده خلصت الحلقه. ما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت واعمل اشتراك في القناه عشان تشوف الفيديوهات الجايه.